ايه رأيكم في الجمال ده؟ النهاردة هنعمل مع بعض سليبر كروشيه سهل وبسيط، تقدري تعمليه ليكي او لولادك او لحد بتحبيه هدية. يلا بينا نبتدي، بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس ولايك وكومنت وشير علشان يوصلك كل جديد، وعشان انا بفرح جدا 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 بتفاعلكم معايا. يلا بينا نبتدي مع بعض. يلا بينا، هاتي المزورة بتاعتك وقلم والإبرة اللي هنشتغل بيها، وإبرة علشان إبرة الصغيرة دي علشان نخرم بيها، أو مسمار أو أي حاجة انت حابة تخرمي بيها. يلا بينا نبتدي مع بعض. أول حاجة هجيب المزورة بتاعتي أو أي حاجة عايزة تقيسي بيها، مسطرة مزورة، وتحطيها وتيجي بالقلم بتاعك وتعلمي كل سنتي زي ما انا عامله كده، كل سنتي علامه. وبعد ما تخلصي النعل كله بتيجي بالابره او باي حاجه انت حابه تخرمي بيها، وبتخرمي النعل كله. وبعدين بتيجي تشتغلي بالخيط، بتعملي 3 غرز حشو في كل خرمه من دول. يعني اهو هدخل في ده وهطلع، بس ما يبقاش مشدود جامد على النعل عشان ما يقوسش او يشد النعل جامد فيتقطع. ادي 1 2، ادي 3 غرزة حشو. انا هنا خلصت كل الاخرام بتاعتي بالشكل ده، وجيت عند اخر حاجة هدخل هنا وهطلع واقفل بمنزلقة علشان ابقى قفلت الشغل بتاعي. وهقطع الخيط، هقطع الخيط بتاعي ونبتدي نشتغل مع بعض المربع بتاعي اللي هيبقى الوش بتاع السليبر. يلا بينا نشتغل المربع بتاعنا. هنعمل اول حاجة الدايرة السحرية. هنجيب كده على ايدينا الخيط اهو، وهاجي همسك من هنا حتتين دول مع بعض بالشكل ده، هلف الخيط على ايدي وانا ماسكة الاتنين مع بعض، مش هسيبهم اهو. اروح جاية داخلة وماسكاهم سنداهم بصباعي ده على الابرة، واروح ماسكة من هنا كده كله اللي نازل ده كله همسكه كده، هاخد فتلة على الابرة واطلع، وبعدين اخد 1 2 وابتدي اشتغل على الخيط بتاعي كده. دي الدايرة السحرية بتاعتي. انا كده عملت ارتفاع سلسلتين، هشتغل 16 عمود على الدايرة دي هشتغل فيها 16 عمود، وبعدين هتتقفل بدي، تتشد كده تتقفل. انا هشتغل 16 عمود اهو، انا ماسكة كويس هنا اهو. ادي اول عمود، التاني كله جوه الدايرة دي، تالت هعملهم كلهم لغاية ما اوصل ل16 عمود، وبعدين هرجع لكم تاني. انا هنا بعد ما خلصت 16 عمود بتاعي جوه السلسلة او جوه الحلقة اللي انا كنت عاملاها، هاجي الفتلة اللي طالعة دي اللي هي الناحية التانية، مش اللي انا بشتغل منها، مش البكرة اللي انا بشتغل منها، لا الناحية التانية، وهاجي اشد واقفل الدايرة بتاعتي، اقفلها كويس
شديها كويس بالطريقة دي علشان تقفل معاكي وتبقى مظبوطة. ما تشديهاش جامد، شديها لغاية ما تشوفيها مظبوطة، ما تبقاش مرخية جامد تبقى مخلية شكل وحش، او تبقى مشدودة جامد برضو تبوظ شكل الشغل. هي اهي. هاجي عادي اشتغل، هقفل السطر بتاعي، هسيب اول عمودين ارتفاع اللي انا كنت عاملاهم، اول عمودين ارتفاع سلسلتين ارتفاع هسيبهم، واجي في العمود بلفة الاولاني اللي انا عملته وادخل واطلع كمان من الحلقة دي بمنزلقة علشان نبتدي السطر التاني مع بعض. بعد ما خلصنا السطر الاولاني هنشتغل مع بعض التاني، هنطلع سلسلتين 2 بس ارتفاع. دايما انا مش بحسبهم عمود، هما مجرد ارتفاع، وهشتغل 16 عمود بلفة برضو، بس بين كل عمود وعمود سلسلة. هاجي اشتغل في نفس المكان اللي طلعت فيه السلاسل عمود بلفة، وده اول عمود بلفة في السطر بتاعي، سلسلة عمود بلفة، هشتغل السطر كله عمود بلفة سلسلة عمود بلفة لغاية ما اخلص السطر بتاعي كله. هخلص وارجع لكم. خلصت السطر بتاعي، عملت 16 عمود، فوق كل عمود في 16 اللي في اول سطر عملت 16 عمود كمان، وبين كل عمود وعمود سلسلة. هاجي هقفل هنا السطر بتاعي، هسيب السلسلتين ارتفاع، وهاجي في اول عمود هنا وهاخد فتلة على الابرة واطلع من الحلقة، وابقى كده قفلت السطر بتاعي بمنزلقة. هطلع سلسلتين ارتفاع كمان، والسطر بتاعي ده كله هيبقى عمدان بلفة بس من غير اي حاجة تانية. هشتغل فوق العمود بلفة عمود بلفة كمان، وفوق السلسلة دي اللي بين العمودين هشتغل فيها عمودين بلفة، يبقى فوق كل عمود بلفة، وجوه كل سلسلة عمودين بلفة. ادي العمود بتاعي، هدخل اشتغل فيه عمود بلفة، واجي في مكان السلسلة هدخل واعمل عمودين بلفة. هخلص السطر بتاعي بالطريقة دي وارجع لكم. هنا بعد ما خلصت السطر بتاعي اشتغلت فوق كل عمود بلفة كمان، وفي الفراغ عملت في كل فراغ 2 عمود بلفة، يعني العمدان كلها في السطر ده 48 عمود. السطر اللي بعده بعد ما قفلته هشتغل السطر اللي بعده، طلعت ارتفاع سلسلة. انتوا عارفين ان انا ما بشتغلش بالسلسلة دي او مش بعتبرها من الشغل، فهاجي في نفس المكان اللي فيه السلسلة دي وهدخل واعمل غرزة حشو. هشتغل 3 سلاسل، وبعدين اعد 1 2 وغرزة حشو. هشتغل 1 2 3 4 5، بعدين 1 2 وغرزة حشو، بعدين 1 2 3 وعد 2، وفي التالتة غرزة حشو، وبعدين هشتغل 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وأعد 1 2، وفي التالتة هعمل غرزة حشو، وبعدين 3 سلاسل، 1 2 3 1 2، وفي التالتة غرزة حشو، بعدين 1 2 3 4 5
بعدين 1 2 في التالتة حشو، بعدين 1 2 3 وأعد، وفي التالتة غرزة حشو، وبعدين هشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وأعد 1 2 وفي التالتة حشو، بعدين 1 2 3 وأعد 2 في التالتة، بعدين 1 2 3 4 5، بعدين أعد 1 2 وفي التالتة حشو، وبعدين 1 2 3 والحشو. دايما عمودين أفوت في الأرض غرزتين أو عمودين، وفي التالتة أعمل حشو. اشتغل هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بالظبط، وبعدين 1 2 3 وغرزة الحشو، 1 2 3 4 5 وغرزة الحشو، 1 2 3 وكمان غرزة حشو. آخر حاجة في السطر ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وهاجي في غرزة الحشو اللي أنا عملتها هنا، وهدخل وأعمل منزلقة كده. السطر بتاعي يكون خلص بالشكل ده. بعد السطر بتاعي ما خلص هطلع ارتفاع سلسلة، وهاجي في 3 سلاسل وهعمل منزلقة، هاجي في نفس 3 سلاسل هشتغل غرزة حشو، هاجي في ال5 سلاسل اللي بعدها هشتغل 1 2 3 4 5 6 7. هاجي في 3 سلاسل اللي بعديها هعمل غرزة حشو، هاجي في 9 سلاسل وهشتغل 1 2 3 4 5 5. بعدين هشتغل 3 سلاسل 3، عملت 5 عمدان، 3 سلاسل هشتغل 5 عمدان كمان، دي 1 2 3 4 5. هاجي في 3 سلاسل وهشتغل غرزة حشو، بعدين هاجي هنا وهشتغل 1 في 5 سلاسل، هشتغل 1 2 3 4 5 6 7. وفي ال3 سلاسل اللي بعديها هشتغل غرزة الحشو، وهاجي اشتغل هنا 1 2 3 4 5. بعدين 1 2 3 سلاسل، بعدين هشتغل تاني 5 عمدان،
1 2 3 4 5. هاجي هنا في 3 سلاسل وهشتغل غرزة حشو، وبعدين في ال5 سلاسل هشتغل 1 2 3 4 5 6 7. وهاجي هنا هعمل غرزة حشو في ال3 سلاسل، وبعدين هاجي هنا في ال9 سلاسل وهشتغل 1 2 3 4 5. بعدين 1 2 3 سلاسل، بعدين هشتغل تاني 5 عمدان، 1 2 3 4 5. هاجي في ال3 سلاسل هعمل غرزة الحشو 1 2 3 4 5 6 7. وغرزة حشو، ولو وصلت معايا لغاية هنا واستفدتي من شرحي ياريت تعملي سبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، ومتنسيش اللايك والكومنت والشير علشان يوصل لناس كتير غيرك ويستفادوا زي ما انت استفدتي. ولو في اي تعليق او اي سؤال عن اي حاجة انا تحت امركم، واكيد هكون معاكم على طول في اي سؤال او اي حاجة تحتاجوها. نكمل مع بعض. نيجي هنا في ال9 سلاسل، اخر 9 سلاسل في السطر اشتغل 1 2 3 4 5. بعدين 3 سلاسل 2 3. بعدين نرجع تاني نشتغل 5 عمدان، 1 2 3 4 5. وهاجي في غرزة الحشو اللي هنا وهدخل اعمل منزلقة كده. السطر بتاعي يكون خلص، ونكمل مع بعض السطر اللي بعده. هشتغل ارتفاع سلسلة. خلصنا وارتفعنا سلسلة، هنخليها ارتفاع سلسلتين، وهنشتغل في نفس غرزة الحشو عمود بلفة. بعد ما عملت عمود بلفة هشتغل 3 سلاسل 1 2 3. هاجي في ال7 عمدان اللي انا عاملاهم هنا هعد 1 2 3، وفي الرابع هدخل واعمل غرزة حشو، وبعدين هشتغل 1 2 3، وهاجي في غرزة الحشو وهشتغل عمود بلفة. وبعدين نكمل سلاسل 1
2 3 4 5. وهاجي في الثلاث سلاسل اللي هنا زي ما باين، 3 سلاسل اللي هنا في الجنب، هدخل واعمل غرزة حشو، اشتغل 3 سلاسل، 1 2 3، بعدين غرزة حشو كمان، بعدين 5 سلاسل تانيين، 1 2 3 4 5. هاخد لفة على الإبرة وهاجي في غرزة الحشو اللي هنا وهشتغل عمود بلفة، وبعدين 3 سلاسل، وهاجي هعد 1 2 3، وفي الرابع هعمل غرزة حشو، بعدين 1 2 3 سلاسل، بعدين هعمل في غرزة الحشو عمود بلفة، بعدين هشتغل 5 عمدان 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وهاجي في السلاسل هشتغل فيها حشو، 1 حشو اهي، وبعدين غرزة حشو، وبعدين 3 سلاسل، 1 2 3، وبعدين تاني غرزة حشو في 3 سلاسل، بعدين ال5 سلاسل تاني، 2 3 4 5. وهاجي في غرزة الحشو هنا وهشتغل عمود بلفة، 3 سلاسل، وهنعد 1 2 1 2 3، وفي الرابعة هعمل غرزة حشو، بعدين 1 2 3، وفي غرزة الحشو اللي هنا هعمل عمود بلفة، وبعدين 1 2 3 4 5. وهاجي هنا في ال3 سلاسل وهعمل غرزة حشو، 3 سلاسل، وكمان غرزة حشو في نفس ال3 سلاسل، هعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وبعدين هاجي في غرزة الحشو بتاعتي وهشتغل عمود بلفة، بعدين هرجع اشتغل تاني 3 سلاسل بتوعي، 1 2 3. هعد تاني 1 2 3، وفي الرابع هعمل غرزة حشو، بعدين 1 2 3، وبعدين عمود بلفة في غرزة الحشو، وبعدين 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هاجي في ال3 سلاسل هعمل غرزة حشو، بعدين 1 2 3 سلاسل، وكمان غرزة حشو في نفس المكان، بعدين 1 2 3 4 5. وهاجي هنا في أول غرزة حشو عملتها في السطر، وهدخل وهطلع هعمل منزلقة، ويبقى السطر بتاعي كده خلص.